دلوقتي انا اخترت مثلا صورة، فعايزة مثلا اعمل كومنت عليها او ان انا اعمل لايك للشخص اللي عامل الصورة ديت. فكل الكلام ده بيحصل لما بكون خلاص يعني عملت الاكونت. هو بنفس الطريقة برضو انا لو عملت صور وعايزة انشرها بنشرها، وابدأ ان انا زي ما قلتلكوا كده ببقى مثلا عايزة ادعم الشخص اللي عمل الصورة ديت. ببدأ بس الاول اعمل الاكونت، وهبدأ ان انا بقى عن طريق ما بعد ما اعمل الاكونت بتاعي ببدأ بقى يفتح لي خاصية ان انا ابدأ ان انا انزل الصور بتاعتي، وابدأ ان انا اعمل كمان زي كده معرض بتاعي خاص بيا. وطبعا المعرض بتاعي بيكون ليه يوزر نيم مميز، يعني اختار طبعا اسم كده زي نيك نيم او اسم مميز، واحط جنبيه ارقام، لان لو ما حطيتش جنبيه ارقام مش هيرضى ان هو يعني يخلي التسجيل يخلص، يعني هو يتم التسجيل. فلازم اليوزر نيم يبقى اسم مميز ومش متكرر على الاب، يعني ما يكونش حد عنده نفس الاسم يعني. وهنا في البايو ببدأ اكتب اي معلومات عني، سواء انا ديزاينر كرياتور، بحب الرسم، بحب التلوين، بحب الحاجات دي كلها طبعا، بحب الانيميشنز، اكتب اي حاجة بقى ليها علاقة كمان بالرسم اللي انا هعمله او بالديزاينز اللي هبدأ ان انا اعملها. بكتب طبعا او بحط اللي هو الميلاد بتاعي. طبعا انا عملت اي حاجة كده، بس الاول اهم حاجة اليوزر نيم يبقى مظبوط يعني. وهنا زي ما انتوا شايفين بقى لما خلاص خلصت التسجيل بدأ يقولي بقى ان انا مثلا لما انزل عدد معين من الصور، بيبقى انا هوصل للمرحلة الذهبية، مثلا الاولى التانية التالتة الرابعة الخامسة، وكل مرحلة بيبقى ليها مكافآت وكده من الويب سايت بالنسبة لي. وكل ما اوصل لعدد لايكس معين، عدد كومنتس معين، عدد مثلا داونلودز من الناس اللي بتشوف الديزاينز بتاعتي، او المشاهدات يعني على حسب بقى، ده عامل زي كده اللي هو الاحصائيات بتاعت يعني كمية الناس اللي دخلت الايه البروفايل بتاعي يعني. وابدأ بقى طبعا حبيت اغير بس كده الديزاين بتاع اللي هو ما عجبنيش الصورة اللي هم حاطينها، فقلت اغيرها اي شكل كده. ممكن اغير اي حاجة في الصورة، يعني على حسب احنا حابين يبقى حاجة كده لنا مميزة يعني. الويب سايت ده كمان بيكون فيه صور متحركة،
وممكن كمان نعمل الصور المتحركة دي بطريقة سهلة جدا، وانا هعمل ان شاء الله بارت 2 بالنسبة للشرح بتاع الفيديو ده، علشان هخلي الجزء الاولاني ان احنا نفهم الويب سايت عامل ازاي او الاب ده عامل ازاي، والفيديو التاني ان شاء الله هيكون يعني how to create بقى، يعني ازاي ان احنا نصمم. انا طبعا انا كحبيبه يعني ما بعرفش الون وارسم والحاجات دي كلها، بس انا هبدا اشرح معاكم في البارت 2 يعني ازاي هنبدا نستخدم الادوات اللي موجوده، ايه هي الادوات المتوفره من البرنامج او كده، او الحاجات بقى اللي ممكن تساعدنا يعني. بعد خلاص ما عملت الاكونت بتاعي اقدر ان انا انزل اي كومنت على اي ديزاين لاي شخص، وابدا اعمل فولو عادي. ممكن حد يعمل لي يعني يعني متابعة برضو او فولو. فبنبدأ بقى طبعا نكبر برضو الاكونت، عامل زي البروفايل بتاع الفيسبوك كده او الانستجرام، فبيبقى the same يعني. انا بعرض صور خاصة بيا مثلا او خاصة بالديزاينز بتاعتي، وعلى حسب الفيو، على حسب اللايكس، على حسب الكومنتس، ببدأ ان انا اعلى في الليفلز بتاعه الويب سايت ده. طبعا زي ما انتم شايفين بقى فتحت كده الجزء بتاع التصميم، بس انا مش هعمل فيه اي حاجه خالص، وجاست بس كده بوريكوا كده كحاجه سطحيه عن التصميم اللي موجود في الاب ده. بس ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه التصميم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. هو الفيديو بسيط جدا، مفهوش يعني مفهوش تفاصيل كتيرة يعني في الفهم او كده، وعادي ممكن نعمل اكونت بكل سهولة، والنشر برضو فيه بكل سهولة. بس نخلي بالنا لان الويب سايت ده بيبقى فيه صور كتير جدا، فيه صور كتير جدا، وما يعني بالنسبه لي ما نزلش اي صوره وخلاص وانا مش عارفه وات اتس مين يعني معناها ايه، لان على حسب بقى كل واحد وعلى حسب المعتقدات بتاعته او كده بيعمل الصوره. فالويب سايت ده بيبقى فيه ناس كتير جدا باختلاف بقى الاديان والجنسيات بيبداوا ينزلوا. اشوفكم في بارت 2 ومع السلامه.